صباح شريف. 3 مواقف للآيس خلال أسبوع واحد يبينوا اتجاههم وخطتهم رايحة لفين. معلوم إن إدارة الآيس هي الإدارة المسؤولة عن ضبط المقيمين غير الشرعيين في أمريكا، ويتم من خلال هذه الإدارة بترحيلهم إلى بلدانهم مرة أخرى، ويتم ذلك من خلال مساعدة من الشرطة في كل ولاية أو البوليس أوفيسرز زي ولاية كاليفورنيا مثلا. في منطقة اسمها بيكرسفيلد، دي شمال أو في اتجاه شمال كاليفورنيا. في المنطقة ديت تم ضبط من يومين شخص ذو أصول مكسيكية. تم استوقافه وتم احتجازه، مش علشان هو معهوش ورق، هو كان معاه ورق، معاه جرين كارد ومعاه ورك بيرميت، وكان راح لشغله شغال في الجاردن. لكن تم استوقافه وحجزه لان كان معاه في العربية ناس معهمش ورق، رغم ان هو اوضح ان اللي حصل دوت مش غلط، لان هم مقدمين على قضايا، لكن هم احتجزوا لان هم معهمش ورق عمل وهو راح بيهم على العمل. عشان بس ايه ما يجيش ناس تتحجج لو احنا مثلا بنساعد ناس نيو كومرز لسه جايه ولسه ما عملوش ورق، يقول لك لا خلاص بقى ما اخدش حد معايا لا كنيسه ولا سوبر ماركت ولا بارك ولا اي حاجه. لا، خدهم يا حبيبي، دول رايحين اماكن وهم اساسا بيعملوا ورق، لكن مش رايحين لشغل، مش رايحين يشتغلوا وهم معهمش ورق. هو ده اللي تم استوقاف الراجل من خلاله. اتعملت مظاهرات من قبل الجيران والقرايب والمعارف بتوعه، لكن كانت النتيجة ان الاحتجاز دوت هيقابل فيه بعقوبة، مش هيتم ترحيله لكن اللي معاه هيتم ترحيله. اضافة لده عندنا برضو قصة تانية ل واحد مكسيكاني برضو او لاتينو. تم يعني استيقافه واتقبض عليه علشان كان عنده قضية من سنتين اتجار في المخدرات. وهو معاه ورقه برضه، انا بكلمكم في ناس معاهم ورقهم، ناس معاهم ورقهم. اتقبض، زوجته طلعت صرحت ان هو مقبوض عليه علشان كان عنده قضية من سنتين و وخد حكمه خلاص، لكن إدارة الآيس قبضت عليه علشان يتم ترحيله بناء على القضية اللي من سنتين خد حكم فيها. الحقيقة برضو ده أمر شوية بيوجه أو بيوضح اتجاه إدارة الآيس عاملة إزاي. الأمر الثالث الخاص بإدارة الآيس هو الاستيقاف اللي بيتم في الطرق. يعني كنا أول ما سمعنا عن الآيس سمعنا عنهم إن هم بيخشوا أماكن عمل وبيكشفوا على ورق الناس، ده شيء طبيعي. لكن استوقافك في الطريق، يعني احنا مثلا بقالنا زمن في أمريكا مثلا 9 سنين 10 سنين ما بيوقفكش البوليس في أمريكا، أو تحديدا في ولاية كاليفورنيا، إلا لما يكون أنت عملت خطأ في الطريق، تجاوزت إشارة، خرجت بره اللين بتاعك، ما اديتش ساين وانت بتحول اللين، ممكن يكون العربيه مثلا اللايتس بتاعتها مطفيه، البليت نمبر بتاعك مخفي، حاجات فيها انت عملت حاجه غلط فبيوقفك عشانها. لكن ان الايس توقفك دون سبب او نون ريزون زي ما بيقولوا، ده هو اللي برضو جديد، ان اداره الايس بتعمل استيقاف للناس وبيسالوهم على ورقهم. الناس دي ما توقفوش علشان عملوا مخالفه، لكن بس بشكل عشوائي او راندملي بيوقفك علشان يسالك على ورقك. ولو معكش ورقك هتتاخد هلا بيلا كده على فكره الناس اللي بيتم احتجازهم من اداره الايس ما بيلحقوش يروحوا بيوتهم حتى يجيبوا حاجه، اغراضهم الشخصيه عموما يعني. فإدارة الآيس بتاخدك وتحتجزك وبعد كده يتم ترحيلك لبلدك. وبتكلف بالمناسبة بلدك، ده سياسة ترامب، بتكلف بالمناسبة بلدك بمصاريف انتقالك من أمريكا ليها. اللي بشوفه بنفسي أنا إن إدارة الآيس بتعمل ساعات زي فكرة الكماين هنا في أمريكا. يعني إيه؟ يعني هنا على شارع مثلا 39 شفت موقفين خيمه كده زرقاء، وعلى اليمين وعلى الشمال في بوليس وفي معاهم ناس من اداره الايس،
وبيتم استوقاف العربيات بشكل برضو عشوائي، وبيتم الاستعلام عن الأوراق. الحاجات دي كلها يا جماعة لازم ناخد بالنا منها. عشان كده بقول لك التولي، انت لو انت نازل ومعاك ورقه وكل حاجه وراح سوبر ماركت او مكان في الايام اللي احنا فيها دي، لا خد ورقك معاك، خد محفظتك معاك، خد الدرايف لايسنس، خد الجرين كارد، خد الباسبور كمان لو تقدر. يعني خد ما يثبت ان انت معاك ورق في البلد دي. طبعا لو انت طول ما انت اوريدي معاك ورق وانت مش معاك الورق في العربيه، مسموح لك ان هو تجيب ورقك، او ان هم يستعلموا عنك فيلاقوا ان انت فعلا مقيم بشكل شرعي. لكن عشان توفر على نفسك الوقت، خد بقى معاك البوكس بتاع الورق يعني بسلطاته ببغنوه بكله معاك في العربية، بحيث ان انت تبقى مأمن نفسك في اي موقف بيحصل. ربنا يسلم الجميع. الحقيقة احنا احتراما للدولة والقوانين بتاعتها، احنا لازم نمشي وفقا للرولز المحطوطة. بنبلغكم، بنوضح لكم الامور شوية عنها، لكن الله اعلم الاشياء دي مستجده بالنسبه لنا هنا في امريكا، حتى ما كانتش موجوده في عهد ترامب الفتره الاولانيه من 2016 ل 2020. لكن يعني nobody knows، يعني ما حدش عارف ايه اللي جاي فيه. ربنا يكون مع الجميع ويحفظكم. شكرا.